شوف الرز المعمر بتاعنا، رز معمر غير اي رز معمر تاني انت عملتيه. الرز المعمر ده بطريقه مختلفه، بتحبيشه مختلفه، بكل خطواته مختلفه. تمام. تعالي معايا اوريكي رز معمر بالفراخ، حاجه كده عسل 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 عسل، زيكم كده وزي قلوبكم. تعالوا اوريكم الحلاوه دي كلها انا عملتها ازاي. تعالوا شوفوا الطريقه دي وهتعتمدوها وهتدعوا لي. طريقته مختلفه وطعمه مختلف جدا عن المعمر اللي احنا عارفينه، وطعم الفراخ فيه قمه الجمال، حاجه كده جميله. تعالوا ما نشوف احنا عملناه ازاي. يلا بينا. يلا نسمي الله ونبتدي الاول بالفراخ عشان نشوحها. سموا اللي معايا بسم الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حط الحله الاول على النار اول حاجه معايا. تمام. عايزين نشوح الفراخ عشان ياخد طعم حلو للشوربه. تمام. اول حاجه بقى ننزلها في الحله كده بسم الله. نسيح الاول ايه؟ فصين مستكه. تمام، زي ما احنا متعودين كده مع بعض. لحوم يبقى مستكه. اول ما تسيح معايا هنزل بسم الله بالفراخ بتاعتي. انا هنا معايا فرخه 4 قطع مقطعاها. انا مقطعاها على 5 بس انا هعمل ايه 4 حلقات بس. تمام، هعمل 4 حلقات بس. والزياده دي هخشها في كيس واحطها في الفريزر. تمام كده. انت بقى عايزه تجيبي فرخه كبيره وتعمليها على قد القطعه اللي انت عايزاها براحتك، لكن انا جايبه الفرخه ديت 2 كيلو، انا قسمتها على ايه على 5 حتت. هنزل بقى عليها بايه؟ بصلتين صغيرين او بصلايه كبيره لو حابه، طماطميه صغيره. تمام، جزرايه، ورق لوري، فلفل اسود صحيح يا جماعه، فلفل اسود صحيح اللي هو الحب، حبهان بهارات فراخ. تمام، بسم الله. خلاص كده بشوحها مع الملح بتاعي بسم الله، مقدار الملح. تمام، واغطي عليها كده واشوحها الاول شويه. تمام، عشان اخد طعم للشوربه كويس. هنا بقى وانا بشوح كده الفراخ حطيت اللبن جنبي يغلي. عايزه اللبن يغلي ويغلي كويس يا جماعه، الحراره تحته ما تبقاش النار عاليه. تمام، ما شاء الله على ريحه الفراخ بسم الله ما شاء الله. عايزه النار تبقى هاديه عليه. تمام، والنار هاديه عليه بقى انا هعمل فيه ايه زي ما انتوا عارفين من الفيديو اللي فات. فص مستكه في اللبن، في اللبن يا جماعه. تمام، وفصين حبهان اللبن بتاع المعمر، فصين حبهان فصين 2 بس. تمام، ورقه لوري، او ورقتين لوري. تمام، يغلي معايا وتعالى اوريكم عملت ايه. نيجي بقى هنا الفراخ بعد ما شوحتها بسم الله. شوحتها كويس، يعني شوحتها في عرقها، ما حطيتش لسه عليها ميه سخنه ولا حطيت عليها اي حاجه، تشويحه بس في عرقها كده. هقول لكم خليكم ماشيين معايا خطوه بخطوه واقول لكم اعمل ايه. تمام، هدوقك صينيه معمر بالفراخ هتدعي عليها، قسما بالله تدعي عليها، على جمالها وعلى حلاوتها وعلى ريحتها اللي هيشموها جيران الجيران. بصي مش هتبقي ملاحقه، الكل هيقول لك الريحه دي جايه منين. تمام، طيب الدسم بتاع الفراخ ده هعمل فيه ايه؟ هنزل فيه هي مغليه بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بس مش هكتر على قد ايه عايزه برضو الشوربه تكون سمينه. تمام، الشوربه تكون دسمه يا جماعه يبقى طعمها حلو كده. خلاص، اجيب بقى صينيه، نقلت الفراخ على العين دي عشان عايزه العين الكبيره. اجيب بقى صينيه اسخنها كويس، خليكم معايا. اعمل ايه بقى في الخطوه دي؟ هنزل هنا معلقه سمنه كده كويسه. تمام،
الكميه اللي انت متعوده تحطيها في الرز. انزل بقى كده بسم الله. عايزه اشوحها كويس، عايزه اعزز طعم الرز بتاعي واخليه ياخد كويس قوي من طعم الفراخ. ماشي، كأنك هتقليها. انا عارفه في ناس هتقولي طب ما احنا كده كده هنحطها في الرز المعمر وهتحمر في الفرن. اقول لك هتشوفي دلوقتي الطعم هيختلف. بصوا انا هنا حمرتها تحميره بسيطه اللي هو تاخد اللون الذهبي، اللون الذهبي بس. تمام اهي، تمام اهي. تعالوا شوفوا بقى انا هعمل ايه. فرزها كده هعمل ايه بقى. هنزل في الدهون السمنه وبصلايه متخرطه ناعمه جدا، بصلايه ناعمه جدا جدا. مش هحمرها، انا مش هحمرها، انا هوريكم انا هعمل ايه. تمام، مع البصلايه دي تشويحها بس كده تدبل بس اهي. شوفوا مجرد ما نزلتها دبلت. وهنزل بكميه الرز بتاعتي واقلب. اقلبي بقى الرز في البصله، البصله اللي خدت من طعم الفراخ. ما شاء الله اللهم بارك. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، دعمكم بيفرحني جدا. عايزه اشوح الفراخ، الرز، اشوح الرز. عايزه طعم الرز المعمر، عايزاه مختلف عن اي طعم معمر انا اكلته. تمام، انا مجرباه قبل كده، يعني مش هجربه معاكم اول مره، لا انا مجرباه قبل كده وطعمه خرافه يا جماعه، والله خرافه. جربيه او جربوه وهتدعوا لي على طول. تمام، هنزل بقى اللهم بارك بسم الله ما شاء الله باللبن بتاعي ما شاء الله. طبعا الخطوه دي بقى اول ما جيت الخطوه دي انا ولعت الفرن. تمام، انا ولعت الفرن. واقلب ونزلي بقى مقدار اللبن بتاعك قد مقدار الرز. تمام، كلنا عارفين احنا حاطين رز قد ايه. هنا كان عندي نص كوبايه فكده مظبوط. تمام، وهنا بقى هنزل بمقدار الملح بسيط لان انا كنت مملحه الفراخ فاحط ايه حاجه بسيطه. وانزل بقى طبعا الفراخ مستويه معايا، يعني داخله في 3/4 سوا. تمام، احط بالمعلقه انا كده كده ايدي، احط بايدي انا غاسله ايدي ما شاء الله اللهم بارك. مفيش احلى من كده. وندخله الفرن. كام فص توم كده، 4-5 فصوص توم كده وندقهم. تمام، ندقهم في الهون او في المدقه. هجيب بقى جزرولة او حله او اي حاجه على النار عشان نعمل شويه ملوخيه. بسم الله. هنزل بقى بمعلقه زيت، معلقه زيت. تمام، انا طبعا عندي صلصه جاهزه، الصلصه جاهزه فانا هستخدم المره دي الصلصه الجاهزه، ما عنديش صلصه من اللي انا عاملاها. هاخد كده ما اضيع الحموضه والماده الحافظه اللي في الصلصه الجاهزه يا جماعه قبل ما استخدمها. اقلب فيها شويه كده الاول على النار بدون اي حاجه بمعلقه زيت لحد ما احس ان ايه الريحه بتاعتها بقت طبيعيه. تمام، نزلت عليها معلقه من الثوم المفروم خلاص وشوحتها كويس. بسم الله. هنزل بقى عليها ايه شويه شوربه كده حلوين من اللي احنا عملناهم عشان تغلي معايا واعمل شويه ملوخيه عسل. تمام، واقلبها كويس على النار وخليها تغلي تاني. نقلت بقى الشوربه هنا تغلي بالصلصه بتاعت الملوخيه، وهنا هعمل لها الطشه بتاعتها. تمام، عشان ايه مش خطوه خطوه.
طشة الملوخية يعني ايه سمنة. انزل بقى هنا بالثوم، واول ما انزل الثوم انزل عليه على طول كده بمعلقة، نص معلقة كده من الكزبرة الناشفة، اشيلها كده عشان ما تحمرش معايا، وانزل عليها الكزبرة الناشفة بنص معلقة كمان. تمام. مش كده على ما على ما احط الملوخية. تمام. انزل بقى هنا على الشوربه الملوخيه بتاعتي دي انا فرزاها كويس وطحناها منعناها في المطحنه بتاع التوابل. تمام. ملوخيه ناشفه. تمام. خلاص كده احلى بقى شويه ملوخيه حياتكم كلها بجد، مش مجامله يا جماعه والله. الشهقه طبعا مش هشهقها. بسم الله، احلى من اي شهقه. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني موضوع الشهقه ده هقول له ده كله كلام فاضي. تسميع الاكل احسن من اي حاجه مع احترامي للكل. انا عارفه ان بتفرق معاكم شهقه الملوخيه، بس انا ما بفضلش حاجه زي دي. شويه ملوخيه بقى عسل. بصوا الملوخيه عامله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. شوفوا الملوخيه عامله ازاي. لا ده انا هقربها لكم من الكاميرا، انا هقربها لكم من الكاميرا. شوفوا بس الملوخيه هي كده خلاص خلصت. ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي. كده خلاص الرز المعمر بتاعي خلص. شوفوا منظره ما شاء الله اللهم بارك. تحفه تحفه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لايكاتكم يا حلوين. شوفوا شكله ولا طعمه بقى وريحته. ريحته فظيعه يا جماعه. شوفوا ما شاء الله. شوفوا بقى الغدا العسل بتاعنا ده، الشوربه اللي عملناها من غير ما نغلي الفراخ في الدسم بس بتاع الفراخ. التشويحه بتاعتها لما شوحتها كده في عرق الفراخ بس عمل لي شويه شوربه والله العظيم دهب. ايه ده ما شاء الله. شوربه عسل يا جماعه. شوفوا الشوربه دهب دهب اللهم بارك. وشويه الملوخيه الطعمين القمر. شويه الملوخيه ما شاء الله اللهم بارك. شويه ملوخيه ايه سكر سكر ما شاء الله. والرز المعمر بتاعي، الرز المعمر بتاعنا اللي احنا عملناه سوا بالفراخ. الريحه يا جماعه الريحه ما شاء الله. جربوه مش هتندموا. وهو ده غدانا. اتفضلوا معانا.